السلام عليكم أصدقاء أحبائي في الله. النهاردة معانا عشبة سحرية مفيدة جدا في كل حاجة: بكتيريا، سالمونيلا، ديدان، مطهر معوي، كل حاجة. وحاجة كويسة جدا ومش غالية، ب5 جنيه من عند العطار، ممكن يمسك معانا شهر وأكتر. العشبة دي هي الكركم. الكركم مفيد جدا جدا، في إفادة جدا جميلة للحمام. يعني منشط، بيسمن الزغاليل. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. أنا عايز أنضف كل ده، أصلا النهاردة هنضف وأقشط كل ده. طبعا المنظر مش كويس. كركم يا جماعة منشط سحري فوق ما تتخيلوا. بينشط فرد الحمام، بيخلي فرد الحمام بيلف حوالين نفسه. حاجة جميلة. بس وعلى قد ما هو مفيد، على قد برضو في نسبة ضرر لو احنا ما استخدمناش مع حاجة تاني زي الخميرة. لازم بعد ما نقدم الكركم، قدمناه النهاردة، تاني يوم على طول هنقدم يا اما خميرة بيطري يا اما خميرة بشري. لازم نقدم خميرة عشان الخميرة هتنشط البكتيريا تاني اللي في حصولة فرد الحمام. ان الكركم بيقتل البكتيريا الضارة والبكتيريا الغير ضارة، بيقتل الاتنين. ومنشط جدا فرد الحمام، بيحرق الدهون اللي عنده والتليسات والكلام ده عشان يبقى منشط. فالكركم ليه فوائد جدا كتير يا جماعة، بس اللي زي ما ليه فايدته ليه ضرره، بس الضرر بتاعه قد نسبة بسيطة. هو بس عشان بيقتل البكتيريا كلها مع بعضيها، النافعة والضارة. فاحنا دي امرها سهل، ممكن نقدم خميرة بيطري او خميرة اللي هي عند العطار، فدي عادي سهلة، هنقدر نعالجها. وفي نفس الوقت فرد الحمام هيكون مستفاد. لما ابتديت انا اقدم الكركم للحمام من فترة، كان في مشاكل كتير جدا عندي، برد بقى، وكان عندي فين هو كان عندي الفرد ده بيعاني كتير جدا. عملت معاه كل حاجة لغاية اخر حاجة، كركم ظبط معاه الكلام بصراحة. فهو كركم مفيد جدا، كمية افادة وحاجة جميلة جدا. والطريقة بتاعته سهلة جدا، حاجة من الاتنين ممكن نعملها: يا اما على الكلفة، معلقة على الكلفة، معلقة كبيرة على 5 كيلو كلفة هنعفر بيها الكلفة، يا اما على كل لتر مية معلقة شاي ومسق بيها الحمام. انا بفضل بصراحة ان انا امسق بيها الحمام، يكون مثلا معطش الحمام ساعتين ولا 3 4 ساعات بالكتير، واقدمه للحمام في المسقى. واوريكم طريقة التحضير بتاعته برضو، كان نعملها مع بعض وهنمسق بيه الحمام مع بعض. كده كده المسق موزعها، غير المسقى الكبيرة، غير برضو موزع لهم كام مسقى على جنب. فكل ده برضو همسق بيه الحمام عشان منين ما يطير في اي حتة يشرب. بصوا شايفين الفرد اللي في الاخر ده؟ هو الفرد ده بص تحس ان هو كامش اهو، مش كده، شكله مش عاجبني. هنجيبه دلوقتي برضو وهنبص عليه نشوف فيه ماله. في كذا علاج وكذا طريقة، وعلى حسب نوع مثلا التعب اللي عند الفرد ممكن نعالجه بيها. كذا طريقة ممكن نعالج بيها الفرد، مش طريقة ولا 2 ولا 3. والكركم منشط جدا، للتخصيب وللنتاية في نفس الوقت، انها تحصي على طول، لان هو الكركم بيحرق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على، في زغلول طلع النهارده اهو، لسه طالع حالا. دي مفاجأة انا مش متوقعها والله. اللهم صل على النبي، حالا لسه مفيش. استنى، اللهم صل على، انا حاطط تحت النتاية دي يا جماعة يمكن 5 حصويات اهو. الحصوية التانية، بسم الله. الحصوية التانية هساعده كده بس.
هنساعد عشان بصور فمش عارف امسك التليفون والحصوية. ولسه انا كده ايه كسرت حاجة بسيطة بس ان انا اساعد الزغلول واحطها له تاني. اللهم صل على النبي. والزغلول التاني ده برضو اهو عايز يخرج. اللهم صل على النبي. هما ال5 حصويات انا حطيتهم تحت القص ده بصراحة يا جماعة. هو قص بلدي وحنين. لسه الحصوية طالعة حالا، لسه الزغلول طالع حالا. الله اكبر يعني. دي تاني مرة اطلع ساعة الجمعة كده يبقى ايه الحاجة خارجة زي كده برضو. بفرح جدا لما بشوف المنظر ده بصراحة. الزغلول لسه خارج حالا، يعني حاجة تفرح. يعني انا لما حاطط 5 يعني 5 حصوات كتير جدا تحت قص حمام بلدي، لا بس انا عارف ان هو يقوم بيهم ويطلعهم. بس هي النقطة في حالة واحدة بس، ان انا ازق معاهم مع الاهالي واساعدهم. يعني لازم انا ازق معاهم، نديهم لبا ونخشن لهم، هنتابع معاهم على طول. يعني الزغلول طلع اهو، الزغلول تاني هيطلع ممكن بكرة او بالليل، الزغلول التاني بعده. يعني هما ال5 حصويات محصلين بعض، كل فرق ما بينهم يوم او يومين. فهي دي حلوة ووحشة في نفس الوقت، ان هما يطلعوا مع بعض كده ورا بعض. طبعا الاهالي هي ممكن تهتم ب3 حصويات، حصويتين بس، مش هتهتم ب5 حصويات، لازم هيسيبوا حاجة. فانا لازم اساعد بس معاهم. يعني كده كده هساعد معاهم ان شاء الله. وهنشوف طريقة التأكيل يدوي، وهنأكلهم يدوي مع الاهالي. تعالوا بقى نوريكم ايه طريقة عمل ايه وتحضير الكركم عشان نمسح بيه الحمام. معلقة صغيرة شاي يا جدعان على لتر مية، ونقلبها، نقلبها كويس عشان نمسح بيها الحمام كل اسبوع بس. وبعديها تاني يوم، يعني النهارده الجمعة انا اديت ايه للحمام كركم، بكرة هجيب مثلا خميرة بيطري واديها ليه للحمام برضو، عشان بس خاطر نشرة البكتيريا تاني للحمام. وهنمسح بيها في المسا والحمام يشرب منها. يا رب تكونوا استفدتوا من اللي انا عملته ده يا جماعة، وان شاء الله خير.